لقي 4 أشخاص من عائلة واحدة حتفهم إثر تسرب غاز أحادي أكسيد الكربون بمسكنهم بمدينة العطف ولاية غرداية، وتحديدا في المكان المسمى الحمريات حسب ما علم لدى مصالح الحماية المدنية. وحسب نفس المصدر فإن الضحايا المتعلقة بالأب رفقة زوجته وطفليهما تم اكتشافها عن طريق أحد الأقارب الذي انتابه القلق بشأن الغياب المهم لهذه العائلة، ما دفعه إلى كسر باب المسكن ليجد الجميع جثث هامدة بعد استنشاقها لغاز أحادي أكسيد الكربون المتسرب من مدفأة غازية. على إثر ذلك تدخلت المصالح المختصة حيث أمرت النيابة لدى محكمة غرداية بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات هذا الحادث المأساوي الذي راح ضحيته 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 36 و6 سنوات. ويذكر أن أفراد هذه العائلة يقيمون بالعاصمة الجزائرية وينحدرون من ولاية غرداية التي حلوا بها لقضاء فترة عطلة الشتاء، فاللهم اغفر لهم وارحمهم وأسكنهم فسيح جناتك وألهم أهلهم جميل الصبر والسلوان، إن لله وإنا إليه راجعون.